في واقعة غريبة، اضطرت الطائرة التي كانت تقل المنتخى الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين صوب تنزانيا للهبوط في مطار تيسكا بولاية جانت للتزود بالوقود بعد ساعات قليلة من إقلاعها. وأفادت وسائل إعلام جزائرية أن الطائرة لم تتزود بالوقود الكافي لرحلتها التي انطلقت من مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر لتهبط اضطراريا بعد نفاذ مخزون الوقود الذي لم يكن كافيا لإتمام الرحلة الجوية. ألمت جهة إلى تنزانيا، وسيواجه المنتخب الجزائري نظيره التنزاني الأربعاء 8 يونيو الجاري برسم تصفيات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوا 2023 نقطة. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تضطر خلالها طائرة المنتخب الجزائري للتوقف اضطراريا في المطار المذكور من أجل التزود بالوقود، حيث توقفت فيه في نوفمبر 2019 أثناء العودة من بوتسوانا بعد مواجهة منتخبها الوطني في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا.